مرحبا، أنا سيما. رح نساوي اليوم وردات اللحمة بخبز التورتيه. أنا مستعملة خبز التورتيه الأسمر، ممكن إذا بتحبي تستعملي الخبز الأبيض. رح أطوي خبز التورتيه مثل ما هو مبين بالفيديو، بعدين رح أجيب المقص وأقص الأطراف. أنا عملت هيك لأنه حجم الخبز عندي إياه كبير. أنا كنت محضرة حشوة اللحمة من قبل. جبت واحد بصلة كبيرة مفرومة ناعم، قليتها على النار لبين ما صارت شقرة. بعدين حطيت نص كيلو لحمة مفرومة، قليتها على النار لبين ما استوت. بعدين حطيت الخضار، أنا حطيت فلفلة حمراء وخضراء وجزر مبشور، والكمية نص كاسة من كل مقدار. بعدين راح احط معلقتين كبار صويا صوص والكاتشب حسب انتي ما بتحبي درجة حلاوة، من 3 ل 4 معالق كبار. راح نحركهم مع بعض. اما بالنسبة للبهارات انا حطيت مع تقلية اللحمة ملح حسب الرغبة، نص معلقة صغيرة بهار ومعلقة صغيرة كاري. رح نعمل هلأ وردات التورتيه. رح نجيب خبز التورتيه ونمد فوقها 1 معلقة كبيرة مايونيز إذا بتحبيها دسمة، بس إذا بتحبيها خفيفة ممكن تخلطي نص مقدار مايونيز ونصف ساور كريم أو لبنة. بعدين رح نحط حشوة اللحمة، رح نحط معلقتين كبار، وبعدين رح نحط على الوش جبنة الشرايح الشيدر أو الموتزاريلا. بعدين رح نحطهم بقوالب الكب كيك الكبار مثل ما هو مبين بالفيديو. رح نحط وردات التورتيه بالفرن لبين ما تذوب الجبنة ويقرمش الخبز. صحة وهنا، تابعوني على اليوتيوب والفيسبوك لمزيد من الوصفات. سويت باي سيما.